واحنا في العيد يا جماعه، واحنا في موسم صله الرحم، كتير قوي بيعيدوا على قرايبهم دلوقتي ببوست على الفيس او بايموشن او بملصق على الواتس. صله الرحم اعظم من كده بكتير قوي يا جماعه. 3 عقوبات مرعبه لقاطع الرحم، للي ما بيوصلش قرايبه صله حقيقيه. 3 عقوبات مرعبه ممكن يكون كتير مننا اول مره يسمع عن واحده او 2 منهم. العقوبه او ال3 احاديث صحيحه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام، صححها الشيخ الالباني الله يرحمه. العقوبه الاولى: راى وباله قبل ان يموت. راى وباله قبل ان يموت. يعني ايه راى وباله؟ يعني نهايته تبقى وحشه، ايامه الاخيره في الدنيا تبقى وحشه وصعبه ويتبهدل في ايامه الاخيره. من قطع رحما راى وباله قبل ان يموت، في السلسله الصحيحه الالباني. اللي بيقطع رحم يعني هو مثلا عنده 5 6 ارحام، عنده خال وعنده عمه وعنده مثلا اخت وعنده مثلا وقطع رحم من الارحام دي، من قطع رحمه، مش من قطع الرحم كله. راى وباله، ربنا يوريه الوبال. الوبال ده زي وابل الرشاش كده، يقول لك وابل المطر بينهمر بلا توقف. يقول لك وابل الرصاص من الرشاش. راى وباله قبل ان يموت، زي قول الله فاخذناه اخذا وبيلا. مصايب ورا بعضها ومشاكل ورا بعضها، حياته تتملى مشاكل. ليه؟ لانه قطع رحم. دي العقوبه الاولانيه. العقوبه الثانيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعمال العباد تعرض على الله كل خميس، كل ليله جمعه، يعني كل خميس في عرض للاعمال، فلا يقبل عمل قطع رحم. يعني عمله مش مقبول اصلا. يعني هو بيصلي عشان يسقط الفريضه على نفسه، هو بيصلي عشان ما يدخلش النار. طب وثواب الصلاه؟ طب ثواب الصدقه؟ طب ثواب الصيام؟ يبقى فلا يقبل عمل قاطع رحم، يبقى اعماله مش مقبوله. دي العقوبه الثانيه الخطيره جدا. عارف يعني ايه اعمال مش مقبوله؟ يعني اعمال مش هيطلعوا اصلا خير في دنيا ولا في اخره والعياذ بالله. العقوبه الثالثه المرعبه لقطيعه الرحم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. يعني قطاعة الرحم ده اقدر ذنب، ربنا يعجل العقوبه بتاعت قطع الرحم دي يا جماعه. ده كلمه مرعبه. واحد قاطع رحم، لا والله انا واصل رحمي، انا ليا حد قريبي وبيتصل بيا وبتصل بيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. الواصل مش اللي بيتصل بيك تتصل بيه، بيزورك تزوره، بيجيب هديه لاولادك او بيعيد على اولادك تعيد على اولاده. دي مكافاه، يعني بتكافئ حاجه تكافئ حاجه. انما الواصل ده اللي لما قرايبه يقطعوا رحمه وهو يوصلها، هو اللي بيتصل. يا جماعه بوستات الفيس، السوشيال ميديا دمرت صله الرحم. كل شويه تلاقي واحد بعت لك ملصق على الواتس، انت كده عيدت عليا. اللي يبعت لك ملصق ما تردش عليه لو من قرايبك، وقول له اتق الله. صله الرحم اعظم من كده. ده العباده الوحيده اللي ربنا اشتق اسمها من اسمه. العباده الوحيده يا شباب انتوا كبار، انتوا مسؤولين، انت انسانه بالغه، انت في ملكين من السماء ربنا نزلهم لك يكتبوا حسناتك وسيئاتك. عندك 15 سنه انت كبير، عندك 20 سنه، عندك 25 سنه، عندك 100 سنه، لازم تصل قرايبك. لازم شغل الفيس والبوستات والكلام ده. القرايب ده تنزل تزورهم، معاك فلوس هات شيء من هديه، معاكش اتصل لو الموضوع بعيد او الموضوع صعب او في ظروف صعبه، هم في قريه مثلا فيها مثلا كورونا او حاجه الموضوع زايد فيها، خلاص يبقى الاتصال حتى. انما اقل من كده لا. العباده الوحيده اللي ربنا اشتق اسمها من اسمه صله الرحم. الصلاه ربنا ما اشتق اسمها من اسمه، الزكاه ربنا ما اشتقش اسمها من اسمه، الصيام ربنا ما اشتقش اسمه من اسمه. العباده الوحيده اللي ربنا اشتق اسمها من اسمه صله الرحم من اسم الله الرحمن. عشان كده الاتصال بين الرحم وبين الله اتصال مباشر. الرحم معلقه بالعرش، اطلعي بقى انسي الدنيا واطلعي السبع سماوات واطلعي كمان، وهتعدي على سدرة المنتهى، اطلعي بقلبك فوق سدرة المنتهى، اوصلي للملأ الاعلى، اطلعي كمان لحد ما توصلي للعرش، هتلاقي الرحم معلقة بالعرش. تقول يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يا رب انا بستعيذ بيك من كل واحد قطع الرحم. الرحم بتقول لربنا اعوذ بك يا رب من كل قطع للرحم. الرحم بتستعيذ منك يا كل واحد قطع قرايبه، يا كل واحد ما بيوصلش قرايبه، يا كل واحد بيقول اصل بيكرهوني، اصل ما بيحبونيش. النبي عليه الصلاه والسلام يقول افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح الكاره اللي بينك وبينه قضيه، اللي والدتك معاديه قرايب والدك لان هم مش بيحبوكوا، اللي والدك معادي قرايب والدتك، انت مالكش دعوه خالص. زي اللي مامته وزوجته بيتشكلوا عليه، ما انت بتبر امك وبتبر زوجتك، انت مش مجال الخناقه هنا. بالظبط كده، تبر والدتك وتبر قرايب ابوكي، تبر باباك وتبر قرايب مامتك. لازم كله يا جماعه. صله الرحم دي عباده اساسيه.
اشياء، الارض عمرها ما تبقى سما. افضل الصدقه، لان الصدق انك بتعامل ربنا مش بتعامل الناس. اصل قريبي ده ظلمني، وقريبي ده شتمني، وقريبي ده رفع علي قضيه. صله الرحم دي علاقات قهريه، يعني انا بختار اصحابي انما انا مش بختار قرايبي. قرايبك ده علاقه قهريه ربنا فرضها عليك، ودي بتخليك انسان ناضج في الحياه. ليه؟ لانك انت لما بتتعامل مع حد انت عارف انه ممكن يكون ما بيحبكش او ما عندوش عواطف ناحيتك او مهملك او متجالك، انت بتتعلم انك تتعامل في الحياه بتعامل الله مش بتعامل البشر، فتبقى انسان ناضج في حياتك، مش قماص، مش منفسن، مش عشان كده يا اخوانا صله الرحم انزلوا. احنا في العيد ربنا جعل فيه 7 ايام في السنه موسم صله رحم، زي ما جعل رمضان موسم قران، و10 ذي الحجه موسم ذكر، وعرفات موسم دعاء، العيد الصغير والكبير 7 ايام موسم صله رحم. دي ايام انت بتركز فيها في صله الرحم، ده العمل الاول في حياتك في هذه الايام. العباده الوحيده اللي بتضرب اكبر عقدتين عند الانسان، الرزق والاجل. من اراد ان يبسط له في رزقه يبسط، ربنا هيبسطك. زور قرايبك وربنا هيبسطك، زور قرايبك وهات لهم هديه، او حتى زورهم، اتصل بقرايبك وربنا هيبسطك. يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، ربنا يطول عمرك، ربنا يمد في اجلك سبحانه وتعالى. ربنا مقدر الاقدار سبحانه وتعالى، فليصل رحمه. العباده اللي بتضرب الرزق والاجل اعظم حلمين عند الانسان. يا جماعه احذروا من صله من عقوبه قطع الرحم. يا جماعه انزلوا زوروا قرايبكم. اوعى تقولي مكسوفه اصل هم ما يتصلوش بيا، اصل انا اعصري على نفسك كيس ليمون. عشان الله انت رايح لربنا، انت بتعاملي ربنا مهما كان المشاكل دي كلها ليست اعذار للبعد عن صله الرحم. انزلوا زوروا واتصلوا وربنا هيخلف عليكم. والله كم راينا توسيع ارزاق بسبب صله الرحم، كم راينا تيسير امور بسبب صله رحم، كم راينا فتح في الدين والدنيا بسبب صله الرحم. صله الرحم دي فتح من الله. اللي ربنا يحب ان هو يبارك له في حياته وعمره هيخليه يصل للرحم. اللي ربنا يريد ان هو يوسع له رزقه هيخليه يصل للرحم. اللي ربنا يريد ان هو يبارك له في مستقبله، ما هو ما دام قطع الرحم ربنا بيوريه الوبال قبل موته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى واصل الرحم ربنا يوريه الخيرات المنهمره قبل موته. ما دام قطع الرحم عقوبته اقدر انها تعجل في الدنيا، يبقى واصل الرحم ثوابه اقدر انه يعجل في الدنيا. بدم قطع الرحم لا يقبل عمله، يبقى واصل الرحم ان شاء الله يقبل عمله. لا يدخل الجنه قاطع يا شباب، ده اكبر مصيبه بقى. لا يدخل الجنه قطع رحم، ما يدخلش الجنه اصلا والعياذ بالله. طب انت متخيل؟ ربنا يوفقكم. اوعوا تتهاونوا في صله الرحم. لسه لكم 3 ايام في العيد اهو، باقي النهارده وبكره وبعده. فوتوا على كل قرايبكم، اتعبوا اجتهدوا، وانتوا رايحين قولوا يا رب فيك انت، يا رب يا رب فيك انت يا رب. والله يا رب مش المشاعر اللي محركانا ولا المصالح اللي محركانا ولا اللي محركنا، بس رضاك انت يا الله. اللهم اعنا على صلة الارحام، اللهم وفقنا في صلة الارحام، اللهم يسر لنا صلة الارحام، اللهم افتح على امة محمد بصلة الارحام، اللهم اكرم امة محمد بصلة الارحام، اللهم شرف امة محمد بصلة الارحام، اللهم رد امة محمد الى صلة الارحام. اللهم صلنا اليك يا واصل المنقطعين، صلنا اليك. اللهم امين. جزاكم الله خير.